السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. الوصفه نتاع اليوم عباره عن فطائر خفاف بحال الريشه ورطب بحال القطن وبحشوه مميزه. فبقاو معايا للاخير نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للوصفه نتاع اليوم فغادي نحتاجوا 100 ملل ديال الماء دافي، وغادي نحتاجوا 150 ملل ديال الحليب دافي، معلقه كبيره ديال الخماره معجونه ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. غادي نضيفوا لهم 3 المعالق ديال الزيت، ونضيفوا كذلك معلقه صغيره ديال الملح. غادي نخلطوا المكونات مزيان بالمضرب اليدوي، ومن بعد غادي نضيف لهم الدقيق. فبالنسبه للكميه ديال الدقيق فاخذت مني 420 غرام ديال الدقيق. النصف الاول غادي نخدمه كما كتشوفوا بالمضرب اليدوي جيدا حتى يتجانس، والنصف الثاني غادي نعجنه بيديا حتى تجمع لي العجينه. صافي انا جمعت العجينه كما كتشوفوا كتجي مطلقه شويه. غادي ندهنها بالزيت وغادي نغطيها ونخليها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها. هنا غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه ديالنا. خديت 150 غرام ديال الدجاج، قطعته قطع صغيره، ضفت له الملح والبزار ومعلقه صغيره ديال المطرد وخلطته مزيان. انا درت المقله ديالي تحمى ودرت فيها شويه ديال الزيت، ما تكثروش الزيت بزاف. غادي نقليو الدجاج حتى ياخذ اللون الذهبي. من بعد ما تقلنا الدجاج ديالنا فانا ضفت هنا نصف علبه ديال الشامبينيون وخلطته مزيان حتى هو خليته يتقلى شويه مزيان مع الدجاج وياخذ النكهه ديال التوابل. انا من بعد ما تقللنا الدجاج والشامبينيون فغادي نديرو في واحد الاناء كبير وغادي نخليهم حتى يبردوا مزيان، وعاد نضيفوا لهم دانون طبيعي، وغادي نضيفوا بيضه متوسطه، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزيتون خضر مقطع، وغادي نضيف جوج معالق كبار ديال الجبن المحكوك ومعلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نخلطوهم مزيان ونخليوهم جانبا. صافي من بعد ما خمرت العجينه ديالنا كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها، فغادي ندوزو باش نقسموها. غادي نقطعوها على 12 قطعه، يعني كل قطعه غادي تكون فيها 62 غرام بالتقريب. من بعد ما كملنا التقطاع ديال العجينه ديالنا وستفناهم في الصينيه فغادي نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 10 دقائق. صافي من بعد ما دازت 10 دقائق وارتاح العجين ديالنا فغادي ناخذوا كاس. فمن الاحسن تاخذوا كاس شويه كبير على هذا اللي استعملت انا، نديروا له السلوفان في القاع ديالو وضغطوا عليه في الوسط ديال العجينه كما موضح في الفيديو. حنا في هذا الاثناء غادي نشعلوه على الفران ديالنا على درجه حراره 190 درجه. غادي نخليوه يسخن لمده ديال 10 دقائق، عاد غادي ندخلوا فيه الفطائر ديالنا. فكما كتشوفوا انا وليت صايبتهم شويه بيديا وتقبتهم بالفرشيطه باش هكا باش ما ينتفخوليش في الوسط، وعمرتهم بالحشوه اللي حضرناها. صافي هنا غادي ندخلوا الفطائر ديالنا الفران لمده ديال ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. انا من بعد ما طابوا الفطائر ديالنا وخرجنا من الفران فكيجيو على هذا الشكل النهائي. فكما كتشوفوا كيجيو رطب وهشاش، والحشوه كتجي بمذاق مميز، كتجي لذيذه كانها مصايبه بالقشده الطريه. فانا كنقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.